عايزين حاجة تانية سبحان الله برضو. كنت في مؤتمر في ألمانيا، أقسم بالله العظيم هذا حصل. أنا في مؤتمر في ألمانيا في بلد اسمها دوزلدورف. المؤتمر أنا رايحه على حسابي، لكن شدني جدا عنوان المؤتمر. عنوانه كان الكلام ده من 10 سنين. عنوانه إيه؟ سيركيديان ريزم اوف ديزيز، يعني توقيت المرض. يعني غيبوبة السكر بتيجي الساعة كام؟ ونزيف المخ بيجي الساعة كام؟ واحتباس البول بيجي الساعة كام؟ تخيلوا ان كل مرض له وقت. فرحت حضرت طبعا القاعة اللي كانت تهمني القلب، شغلتي. فلقيت الراجل بيقول ألماني ملوش علاقة بديننا خالص، ما اعرفش هو مسيحي ام مالوش دين، الله يعلم. بيقول ان عملوا احصائيات، طلع ان الازمه القلبيه شريان قلب قفل، والازمه المخيه السكته الدماغيه شريان مخ قفل، بتحصل 8 الصبح. تحبوا تعرفوا التفسير؟ تفسير فعلا سبحان الله. انت لما بتنام بالليل الدوره الدمويه بتبقى بطيئه، فلو بقت بطيئه ومشيت في نفس الشرايين الدم هيتجلط. دم ماشي ببطء في شرايين هي، فسبحان الله ربنا بيطلع ماده يخلي الشريان يضيق، يقوم الضغط يفضل ثابت. انت متخيل خرطوم جنينه وانت زنقته، تقوم الضغط بتاع الميه هو. انما لو سبته واسع والميه قلت مش هتنزل ميه او مش هتمشي، فلو كان دم يتجلط. فربنا سبحانه وتعالى جعل ميكانيزم في الجسم، طريقه تخلي الشرايين تقفل طول ما بتنام. على 8 الصبح بتبقى قفلت خالص، تيجي جلطة القلب أو جلطة المخ. الألماني الذي لا علاقة له بديننا، ما عدا اللي يقوم وينام يبوظ الميكانيزم ده، في 8 الصبح ما يجروش حاجة. قلت سبحان الله، الصلاة خير من النوم. ربنا ما بيعذبناش، ربنا بينقذك بانك تقوم وتنام. اما بيجي لي والله ما يجي لي مسيحي في عيادتي وانا حاسس انه هيجي له مصيبه، اقول له بص بقى الساعه 4 ونص كده قوم لف في البيت واشرب ميه ونام تاني عشان ما تحصلكش مصيبه. والله بقول له كده، ما هقول له صلي هيضربني انا قلت له صلي هيضربني. فتخيلوا البحث اثبت ان اللي يقوم وينام تاني محمي. ليه؟ المادة اللي بتطلع ساعة الفجر بتنكسر تصل إلى الصفر، تنام تاني 8 الصبح ما تلحقش تعمل حاجة. إنما لو خدت من بالليل للصبح المادة دي بتفضل تعلى الساعة 8 تقفل. وفعلا لو فيكم مريض ضغط ما يقيس ضغطه الساعة 8 الصبح، ما يقيسوش، لأنه أسوأ ضغط هو 8 الصبح. للي نام هتلاقيه عالي، أنا ضغطي عالي لا، قيس الساعة 3 4 الساعة 2 الظهر، ما تقيس الصبح ضغط سيء عاجز.